لنبدأ بصنع حشوتنا السحرية. نمزج الجبن الكريمي مع السكر والهيل، والسر هنا هو الزعفران الذي يمنح اللون والنكهة الملكية الفاخرة التي تميز هذه الوصفة. نستخدم قطع القطائف الصغيرة الجاهزة، نملأها بعناية فائقة ونضغط على الأطراف جيداً لتتأكد من إغلاقها بإحكام قبل القلي، لكن نترك مساحة صغيرة في الوسط. في زيت ساخن جدا نقلي القطائف حتى يصبح لونها ذهبيا غامقا ومقرمشا من جميع الجهات. هذه الخطوة ضرورية للحصول على القرمشة المثالية التي تتناقض مع نعومة الحشوة. بعد أن يبرد القطائف تماما نبدأ بملء الفراغ بحشوة التشيز كيك الكريمية باستخدام كيس الحلواني. تأكدوا من ملئها بشكل جيد لضمان قوام غني ومتوازن. التزيين هو اللمسة الأخيرة، القليل من الشيرة الخفيفة والفستق الحلبي المجروش لإضافة لون أخضر جميل، والنتيجة تحفة فنية تستحق التصوير. الوصفة الكاملة بكل تفاصيلها والمقادير المضبوطة في صندوق الوصف بالأسفل. إذا أعجبتكم هذه الوصفة المبتكرة والفاخرة لا تنسوا الاشتراك في القناة، الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الأصدقاء، وأخبروني في التعليقات ما هي الوصفة العربية الجديدة التي تودون رؤيتها قريباً.